من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والتي نبدأها بالعناوين. إصابة 12 بكورونا في البلاد. حاكم إقليم عنسبة يتفقد الخدمات الاجتماعية والاستعدادات الزراعية في الإقليم. جهود لتخصيب الأراضي الزراعية في باتا. ماكرون وميركل يحثان الدول الأوروبية على الاتفاق بشأن الميزانية. واشنطن تعلق تصدير أعتاد عسكرية حساسة إلى هونغ كونغ. الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل على طرد سفيرته في فنزويلا. أهلا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 30 من يونيو بمراكز العزل إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا، حيث ظهرت 4 إصابات في فورتو صنعافي، وواحدة في اندقرقيس بالإقليم الجنوبي، و4 في قارورو، و2 في مايمهمة، وواحدة في نقفة بإقليم شمال البحر الأحمر. وقد عاد المصابون ال5 في الإقليم الجنوبي عشوائيا من إثيوبيا مؤخرا، بينما عاد المصابون ال7 في إقليم شمال البحر الأحمر من السودان. في غضون ذلك أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجريت ل3 مواطنين من أسمر مصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى تعافيهم من المرض وذهبوا إلى بيوتهم. هذا وبلغت حالة الإصابة بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 203 إصابة، منهم 56 حالة شفاء بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتسريحهم إلى منازلهم، فيما يتلقى 147 مصابا بكورونا الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 30 من يونيو لعام 2020. زار حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى ومديريات الإقليم لتفقد أوضاع الخدمات الاجتماعية وبرامج التنمية واستعدادات المزارعين لمواسم الأمطار ولقاء ممثلي السكان. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا بأن الزيارة التي جرت من 5 وحتى 27 من يونيو هدفت الدفع بالمميزات وتقليل المصاعب والنواقص وضمان تقديم خدمات جيدة. وبحث السفير عبد الله موسى خلال الزيارة التفقدية التي شملت مؤسسات التعليم والصحة ومراكز الشتول وسدود ونقاط مياه الشرب ومصادره ومشاريع الزراعية، بحث مع جهات المعنية فعالية الخدمات المقدمة وتنفيذ برامج التنمية. وأشاد لدى لقائه ممثلي السكان بجهود إيصال التعليم للجميع وحل نواقص المؤسسات الصحية حسب الأولويات وتوسيع التنمية الزراعية، واستمع للآراء الداعية للاهتمام بالطرق وإزالة القصور في المشاريع الزراعية وحل نقص سيارات الإسعاف والتوسع لإدخال الطاقة الشمسية وغيرها من الآراء. يقوم مزارعو ضاحية بدب ومديرية قلعلو بجهود قوية لتحويل سيل وادي الحارقاي إلى مزارعهم وتخصيب التربة منذ شهر إبريل وحتى شهر يونيو بالنفير لرفع الإنتاج الزراعي. وأوضح المزارعون قيامهم بالاستعدادات اللازمة قبل حلول موسم أمطار الهضبة، وعمل جاهدين حسب الاستطاعة لبناء حواجز مائية وتحويل السيول المنحدرة من الهضبة إلى مزارعهم. وطالب المزارعون الحكومة لتقديم الآليات لإصلاح انجراف التربة وسط مزارعهم نتيجة قوة السيول. وتوجد مساحة 1900 هكتار من الأراضي الزراعية التي يتم ريها بسيول وادي ألح ريغالي. أعفى الإريتريون في الداخل والمهجر إيجارات البيوت. وفي هذا الإطار أعفت السيدة حرقو والاستلاسي المقيمة في الرياض إيجار شهر في أسمرة، والسيد زكريا سالمو المقيم في أمريكا ل6 أشهر، والسيدة لتسلاس قايم من بريطانيا ل2 والسيد سعيد عبد القادر ل1 واحد. وعفى السيد أسمرة مصفى من أسمرة إيجار 2 في مبادره، والسيدة حداس قبرس قبير من أمريكا إيجار 2، والسيد تسفيوت قبرس اللاسم من النرويج إيجار 3 أشهر، والسيدة ريئة سامييل من وكيدوبا إيجار 2، ولمستاجر واحد الإقامة المجانية. وأسرة لتميكيل قبرس قابيهر إيجار 2.
وأعفى السيد بنيام زراي المقيم في ألمانيا إيجار 6 أشهر، والسيدة سارة توتس فميكيل من مايوتمناي إيجار شهر، والسيد عنلاي واللزقي من أمريكا إيجار شهرين. وأعفى السيد أبراهام زوجو من ألمانيا إيجار شهرين، والسيد زر أبروخ قدي ل3 أشهر، والسيد قرماسين أبرها ل3 أشهر. من جهة أخرى أعفت الجمعية الوطنية لمرضى السكري مدفوعات الاشتراك السنوي لحوالي 10,000 عضو، والبالغ 1200 نغفة لكل عضو سنويا، أي ما مجموعه 12 مليون نغفة. صان سكان بلدة طغمبية وضاحية برارة بمديرية علقاش الطرق، وهدف العمل الذي قام به السكان تحسين الطرق السيئة للسيارات والحصول على خدمات المواصلات في موسم الأمطار، وشمل العمل صيانة حجز مائي من الصخور المترابطة بالأسلاك بطول 60 مترا. الأنباء العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. تركزت محادثات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني أنجيلا ميركل أمس الاثنين حول خطة النهوض الأوروبية وميزانية الاتحاد لعدة سنوات للتعافي من تداعيات أزمة كورونا. وحث زعيمان الدول الأوروبية على التغلب على خلافاتها للاتفاق حول ميزانية وصندوق التعافي في قمة يوليو المنتظرة. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن هنالك حاجة لإجراء فيض من المحادثات، لكنها أضافت: نأمل بأن نتمكن من إيجاد حل، حتى إذا كان لا يزال هنالك شوط طويل يجب أن نقطعه. وفي وقت سابق هذا الشهر وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على أن هنالك حاجة إلى إجراء عاجلة لانتشال اقتصادياتهم المتضررة من جائحة فيروس كورونا من أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وأبقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الأمل بأن دول الاتحاد الأوروبي ستتغلب على خلافاتها بشأن ميزانية للاتحاد لعدة سنوات تزيد قيمتها على تريليون يورو، وأيضا صندوق للتعافي أثناء قمة للزعماء الشهر القادم. أعلنت الصين أنها ستتخذ تدابير مضادة بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن وقف صادرات معدات عسكرية حساسة إلى هونغ كونغ، ردا على اعتماد بكين القانون حول الأمن القومي للمدينة للمثير للجدل. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال أن الولايات المتحدة لن تصدر بعد اليوم إلى هونغ كونغ اعتداد عسكرية حساسة، وأنها لم تعد تتعامل مع هذه المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي على أنها كيان منفصل عن بكين التي شددت قبضتها عليها. وأوضح الوزير أن الحكومة الأمريكية ستتخذ أيضا خطوات تفرض بموجبها على هونغ كونغ نفس القيود التي تفرضها على الصين فيما يتعلق بالتقنيات الأمريكية الدفاعية وتلك ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري. وقالت تقارير أن البرلمان الصيني صادق على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ لوضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة ولإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخلدتها أعمال العنف. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية أن المحاولات الأمريكية اللي عرقلت مضي الصين في اعتماد قانون الأمن القومي لهونغ كونغ عبر ما يسمى عقوبات لن تنجح أبدا، مضيفا أن الصين ستتخذ التدابير المضادة المناسبة. ندد الاتحاد الأوروبي بطرد مبعوثته في كاراكاس إيزابيلا بيتروز من قبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأعلن ممثل السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بويل أن الاتحاد سيرد بالمثل. وكان مادورو قد أمهل سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة بلاده، وذلك ردا على فرض بروكسل في اليوم نفسه على عقوبات على 11 مسؤولا فنزويليا. وأعلن مادورو طرد السفير الأوروبي في خطاب ألقاه في قصر مارافاس في كاراكاس. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 11 مسؤولا فنزويليين لضلوعهم في إجراءات ضد المعارضة.
انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وتصبحون على خير.